بص انا هحكي لك. الساعه كانت 3 الفجر والنور كان طافي وانا كنت قاعد لوحدي قدام شاشه الكمبيوتر. كنت على بعد كليك واحد من ان ادخل عالم الناس حتى بتخاف تسمع اسمه. بس ما كنتش متوقع ان اللي هشوفه مش هيكون مجرد مواقع غريبه. بس استنى، قبل ما تفكر اني بهزر تعالى نرجع خطوه ورا واقول لك الحقيقه كلها من الاول. كل حاجه بدات لما سمعت عن الدارك ويب، مكان بيقولوا انه مليان جرايم، هاكرز، حاجات ممنوعه. لازم تفهم ان الانترنت كله مش زي ما انت فاهم. الانترنت اللي في العالم كله بيتكون من 3 طبقات. اول حاجه هي السيرفيس ويب، تاني حاجه هي الديب ويب، تالت حاجه هي الدارك ويب. جزء السيرفيس ويب ده الجزء اللي احنا بنستخدمه يوميا، زي المواقع اللي بندخلها فيسبوك وجوجل واي حاجه عاديه المستخدم العادي يقدر يدخل عليها. اما الديب ويب ده الجزء اللي مش هينفع اي حد يشوفه، زي مثلا باسورداتك في البنك وحاجات زي كده كتير. واخر حاجه هي الدارك ويب، وده الجزء المخفي اللي لازم يكون معاك ادوات خاصه عشان تعرف تدخل فيه. وطبعا زي اي حد فضولي قررت ان انا ادخل واعرف بنفسي ايه اللي بيدور جوه الدارك ويب. من اول الادوات اللي انت هتستخدمها عشان تدخل الدارك ويب حاجه اسمها التور او متصفح البصله. ده مش مجرد متصفح عادي، متصفح شغال بالاونيون راوتنج. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان بياناتك بتعدي على كذا سيرفر حوالين العالم، وكل مره بتتغلف بطبقه تشفير جديده عشان يبقى صعب على الناس ان هم يتعقبوك ويعرفوا انت مين. اول ما دخلت طبعا ما اتصدمتش ان ما لقيتش لا جوجل ولا فيسبوك. اللي لقيته كان عباره عن لينكات، حروف غريبه وارقام ملهاش اي معنى. الدارك ويب في ناس بتستخدم اساليب نفسيه عشان تخوفك. ممكن تلاقي رسائل وي نو يو، احنا عارفينك. وفي مواقع ممكن تستخدم ثغرات او تاخد صلاحيات لو الجهاز بتاعك مش متامن كويس، وممكن فعلا توصل للكاميرا بتاعتك او الميكروفون بتاعك. بس الحقيقه المهمه ان معظم القصص اللي بتتقال عن الدارك ويب للاسف مش حقيقه، او لحسن الحظ انها مش حقيقه. مفيش هيتمان ممكن تستخدمه او تلاقيه كده بسهوله في العالم، بس برضه ده مش معناه ان هو امن. المرعب الحقيقي مش اللي انت فاكره، مش القتله، مش المخدرات، مش الحاجات الممنوعه على العالم. وعشان كده اي حد مهتم بالسايبر سيكيورتي لازم يكون عارف يعني ايه الدارك ويب، بس مش عشان يدخله، مش عشان يلعب جواه، عشان بس يعرف ازاي يحمي نفسه. وبرضه مش كل حاجه في الدارك ويب شر، بس الفكره ان انت مش عارف انت داخل على ايه. انا دخلت وشفت. انت لو جاتلك الفرصه هتدخل ولا هتخاف؟